المعنويات تعرف انه بطولة بالعراق، الكل متفائل. مباراة راح يحضرها جمهور غفير، اتمنى انه يكون عامل ايجابي للفريق العراقي. هاي فرصة للاعبين امام جمهورهم. يمكن احنا تحدثت سابقا انه انا احد اللاعبين اللي اخذت 5 بطولات، لكن للاسف ما قدرنا نحصل على لقب بطولة. نعم لعبناها كلها خارج العراق، اليوم فرصة امام الجميع ان المباراة تكون بالعراق، ويكون العراق هو صاحب اللقب. امنياتنا احنا، لكن انه الشيء الاهم من هذا انه حضور الفرق وتواجدهم الفرق في البصره، ودعمهم لبطوله كاس الخليج انه تكون بالبصره. هو هذا الشيء الاهم. نعم انه اعداد كبيره وهائله تواجدت بالبصره. شكرا لكل الجميع اللي ساهم باحتضان اخوانهم الاشقاء، سواء كان من محافظه البصره، من اهل البصره نفسهم، من جميع المحافظات. نعم هناك انا شاهد في حديث الاخوان الاشقاء انه اهل البصره محتضنهم حتى ببيوتهم. هو هذا الشيء الكبير اللي احنا مفرحنا، بغض النظر عن انه بطوله الخليج من اللي راح يحصل على هذا اللقب. اللقب انه صعب التكهن به، لكن الشيء الاهم انه نشكر اللي ساهم باقامه البطوله في البصره، ونساهم او نشكر الاخوان اللي احتضنوا هذه الجماهير الغفيره اللي متواجده بالبصره. جاهزيه جميع اللاعبين جاهزين لمباراه الغد؟ احنا تعرف القائمه، اتصور انه المدرب بالمؤتمر الصحفي اعلنها. لحد الان انا ما اعرف شنو اللي دار بالمؤتمر الصحفي، لكن اكد لك انه فقط الان انه احمد فرحان هو خارج القائمه، وكذلك الحارس علي عبادي خارج القائمه. احمد بسبب الاصابه، علي عبادي 4 حراس موجودين، لكن انه راح يبقى ويانا اخر 6 ساعات من المباراه، لان القرار يسمح انه تبديل لاعب في حال الاصابه. لا سامح الله انه تحدث اصابه لاحد الحراس، راح يكون انه بديل. سؤال اخير، الفتره الاخيره جهود حديثه من الاتحاد العراقي منك شخصيا لتواجد زيدان اقبال. نعم. شنو اللي صار؟ النادي رفض انه يتفرغ؟ اولا هو احنا صارت بصراحه احنا ارسلنا دعوات لجميع اللاعبين المحترفين، وصارت جهود لكل اللاعبين المحترفين، ليس فقط سين وصاد من اللاعبين، حتى ما يصير هناك تفرقه من اللاعبين. كل اللاعبين كانت هناك معها جهود حثيثه في تواجدهم في هذه البطوله. الكل شاهد انه اخر اللحظه تواجد ايمن وامجد بتواصل كبير من كابتن عدنان درجال والجميع. كذلك هناك تواصل مع زيدان، مع والد زيدان، انه تواجد زيدان في هذه البطوله. لكن للاسف ان البطوله خارج ايام الفيفا داي. التعليمات بطولة كأس الخليج انه تغلق القائمة خلال قبل اسبوع من البطولة، فللاسف انه النادي كان متمسك، وجاء كتاب واضح وصريح انه عدم السماح لزيدان بالتواجد في بطولة كأس الخليج بسبب ان البطولة خارج ايام فيفا داي. هذا السبب اللي حرم زيدان من هذا.